السلام عليكم. معاكم ام علم. هعمل لكم النهارده طريقه عمل الكسكسي الحلو، بس هعمله لكم من بدايته. هنعمل مع بعض كيلو دقيق او 4 كوبايات من الدقيق بالشكل ده. هنفردهم كده على صينيه، نفردهم. وطبعا نحضر الميه بتاعتنا. كيلو الدقيق عليه كوبايتين ميه. كيلو الدقيق عليه كوبايتين ميه، بس ما يكونش ممليين قوي. اهو كوبايه المج بتاعتنا العاديه بنحط اهو كوبايتين الميه وعليهم رشه ملح وندوبهم فيه. ركزوا بقى معايا في الخطوه اللي جايه، عشان الخطوه اللي جايه مهمه قوي، هي اللي هتنجح الكسكسي معانا. نبتدي كده، ادينا فردنا وايدينا صوابعنا كده مفروده، ما نضمش ايدينا، صوابعنا كده مفروده. وهنرش بايد، والايد التانية هتقلب. يعني اهو هنمسك اهو بايدينا اليمين كده مثلا كوبايه، وهمسك كده اهو مثلا اهو كده ناحيتي من هنا اهو. هنرش كده، هنرش كل ما نرش نقلب اهو، نقلب اهو. كل رشه هنقلب، هنوزع الميه، مش هنرش في اتجاه واحد كده كده اهو اهو. معانا خطوه بخطوه بالشكل ده لغايه ما نخلص كوبايتين الميه. لغايه اهو ما خلصنا كوبايتين الميه اهو كده اهو. انا ما عملتش اي حاجه زياده. ونحس كده ان هما بقى خلاص يعتبر زي بقت كور كده، بس فيهم شويه دقيق اهو. نقلب اهو، بنقلب بصوابعنا مفروده اهو كده 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 كده. ونبتدي بقى، بصوا حضراتكم، نجيب ايدينا تحتينا كده تحت الدقيق، ونبس الدقيق كده، نبسه كده، ناخد شويه ونفركه كده على ايدينا اهو، وناخد شويه تاني لغايه كله ما يتجانس مع بعضه اهو. نجيب اللي ورا قدام واللي قدام من ورا لغايه ما نخلي الدقيق كله يتجانس مع بعضه، ويبقى شبه كده عجينه الكسكسي في الاول. بس بعد كده طبعا في خطوه تانية نعملها، ونلف كده اهو. بصوا مع بعض، هو مخدتش وقت اهو، لغايه ما الدقيق اللي في العجينه اللي قدامي احس ان هو اتشرب كله، ما بقاش فيه ولا نقطه دقيق اهو. بصوا بنفرك كده اهو، بمسك كده وادعك كده، بس مش قوي، يعني بالراحه كده اهو، كاني بفركه اهو، مش قوي يا جماعه اهو اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اهو. هو كده اتعمل؟ لا لسه خطوه كمان اهو. ده كيلو دقيق. نجرب الاول في كيلو دقيق يا جماعه لغايه ما نتعود نعمله، وبعد كده نبقى نجيب كميه كبيره ونخزنه عندنا في التلاجة عادي او في الفريزر. نحطه في اكياس بعد ما بيبرد، ونحطه في التلاجة او في الفريزر اهو. بس كده اهو اهو. بصوا يا جماعه اهو كده. لسه بقى ايه، مخلصش على كده. معانا بقى ممكن نجيب الغربال بتاعنا السلك او المنخل السلك اهو، انا بستخدم ده اهو معانا اهو. واللي ما عندوش ده يا جماعه ممكن يجيب ايه، اللي هو اللي بنحط بيها الناموس، اللي بنحفظ بيها الاكل اهي. برضو دي سلك عادي، انا بس كنت بستخدمها الاول قبل ما اجيب المنخل. بس طبعا المنخل
بيخلص لي ده كله بسرعه، بيساعدني ان انا اخلصه بسرعه. اهو احط طبعا حاجه تحتيه اهي تاني، صينيه، وابتدي بقى اعمل ازاي بقى. تعالوا بصوا بقى هنعمل كده ازاي. هنمسك المنخل اللي فوق كده عشان خاطر اللي ينزل ما يتعجنش، بنمسك كده لفوق، بنرفعه كده نص رفعه، وبناخد شويه من هنا اهو، بسم الله اهو، ونفرك برضو اهو، نفرك كده عادي، نفرك كده عادي اهو، ونقلب ونقلب. كل ما نفرك شويه ونحس ان هم نزلوا لتحت كده هنا، بنطلعهم كده فوق شويه ونفرك كده عادي اهو. بنفرد ايدينا برضو كده، ما نعملش كده، لو عملنا كده هيتعجن في ايدينا، لا بنفرد كده اهو وبنفركه اهو. بصوا ما شاء الله اهو، بصوا اهو، شايفين؟ هو ده بقى الكسكسي اللي هيتحط على البخار اهو. في اسهل من كده؟ وناخد برضو شويه تاني ونقلب القديم مع الجديد لازم اهو بالشكل ده. الكيلو ما بياخدش في ايديك 10 دقايق. طول ما الاول الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك، لا هيبقى سهل، وبعد كده هتاخدي على الموضوع، ايديك هتاخد على الموضوع ده اهو. وطبعا اكله في الشتاء، كل الناس بتحب الكسكسي في الشتاء اهو كده. طبعا انا اخلص لكم الكميه وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت بقى الكميه، بجيب بقى اهم خطوه، بنجيب الحله بتاعه الكسكسي بتاعتنا. طبعا انا ما عنديش حله كسكسي، اللي عنده حله كسكسي طبعا بيعملها على طول، لكن اللي ما عندوش حله يعمل ايه؟ احنا عندنا طبعا كل بيت عنده مصفى، سواء ألمونيوم او ستانلس، واي حله يعني. اهم حاجه تكون المصفايه او الصفايه مقاس الحله يكونوا هما راكبين فوق بعض. وبنعمل ايه بقى؟ باجي كده هنا بالجنب اوريها لكم كده هنا، بنعمل شويه عجينه، بنعجن شويه عجينه متماسكه كده، ونروح نقفل. اهم حاجه نقفل كل حته اهو. هوريكم كده، انا هنا الجنب اهو، كل ده عجينه، كل ده انا عجنت حته عجينه، وبقيت اسد كل الفتحات عشان ما فيش تهويه تطلع من بره المصفايه، كل البخار يطلع من فوق هنا. وطبعا هنحط عليه طبعا الكسكسي بتاعنا من فوق طبعا اهي زي ما احنا شفنا. ونحط ونملى بقى كوبايه ميه، يجي ربع الحله كوبايه دورق يعني كبير كده، طبعا عشان انا الحله بتاعتي كبيره فهحط شفشق كده او دورق كبير مليان ميه. المهم ان الميه ما توصلش للمصفايه، يعني ممكن نص يعني اقل من نص كمان الحله اللي انت هتستخدميها. طبعا نحطها على النار. هنبتدي معانا دلوقتي بقى هنشوف احنا عملنا ايه بقى في الكسكسي بتاعنا. انا عندي قماشه، جبت قماشه اهي بيضه، وحطيت فيها الكسكسي بتاعي اهو، مليت فيها الكسكسي حطيته هنا. هنعمل ايه بقى؟ هنحطه قماشه بيضه، طبعا اي قماشه عندك، مفيش اشتري من عند القماش كده متر واحد بس، بافتة بيضه، وخليه عندك بس الكسكسي. وطبعا هنحطه كده، هناخده ونشيله وهنحطه فوق المصفايه، طبعا بعد ما الميه ما تغلي، يعني هنحط الميه على النار، والميه لازم تكون بتغلي، ونبتدي نحط عليها الكسكسي بالشكل ده على النار. الميه بتغلي، وهنجيب شويه الكسكسي اللي احنا عملناه اهو بالشكل ده، نوزعه كده الاول جوه الحله اهو، اهو بالشكل ده اهو، نوزعه كده عشان الفتحات متبانش، ونغطي عليه.
ونستنى لمدة ربع ساعة ونطلعه تاني. وبعد ما نطلعه نهويه شوية، وبعد كده نحطه تاني ربع ساعة كمان. ورجعنا تاني بعد ما استوى على النار. بنفضي بقى الكسكسي كده اهو من القماشة اللي احنا حطينا فيها اهو بالشكل ده. ولو لقينا اي بقى حاجات كده من اللي هي مدورة مثلا وكده، هو ما تخافوش، هو العجين. هتفضلوا تعملوا كده باي مقصوصة عندكم كده اهو، وتخلوه كده يرجع تاني اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا الكيلو عمل قد ايه، عمل كمية كبيرة. هو خلاص كده جاهز للاكل. لا كده احنا المرحلة دي اللي هي بقى بعد كده، اول ما بنخلص من المرحلة دي، الشركات بقى بتعبيه في اكياس وتبيعه بعد ما يتهوى طبعا. احنا بقى بنجيب الكسكسي بقى من السوبر ماركت، ونبتدي بقى نسويه بالطريقة اللي انا هعملها لكم دي. دي طريقة عمل الكسكسي اللي هي في اكياس بتتباع في السوبر ماركت. خلاص هو ده كده اللي بيتباع في السوبر ماركت. خلاص هو ده، خلاص مش محتاج حاجة تاني. احنا حطيناه مرتين على البخار، ومع كل مرة بنطلعه ونبسسه كده برضو تاني اهو، ونفكه من بعضه اهو، ونرجع احنا حطيناه مرتين بس، كل مرة ربع ساعة. بعد كده تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمله على النار. كسكسي الحلو بالسكر والزبيب. وتعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي على النار. ورجعت لكم بقى تاني على النار. بنحط شوية المية، يجي نص ربع كوباية مية، ونحط شوية معلقتين زيت بقى. اللي عايز يحط سمنة بلدي طبعا يحط، بس طبعا هي ده زيت ذرة هتبقى صحية اكتر. ونخلي بقى المية والزيت يغلوا مع بعض. اول ما بيبتدوا بقى يغلوا كده، نبتدي بقى نحط من الكسكسي بتاعنا اللي انا لسه عاملاه اهو، اهو بالشكل ده اهو. نحط يجي طبق كده ونجربه، ونقلب بقى على طول اهو. هنحس ان هو هيلم معانا، لا ما نخافش، هيرجع تاني يفرد تاني، هيفك من بعضه تاني. بصوا كل حاجة قدامكم اهو. بالشكل ده اهو. طبعا احنا هنحط شوية لبن عشان برضو يبقى طعمه حلو اهو. وممكن اللي مش عايز يحط ما يحطش، نحط معلقتين لبن برضو. هنبتدي نقلب برضو، نقلب لغاية ما يبتدي ينشف معانا تاني شوية. ما ينشفش قوي طبعا، لان احنا عايزينه كسكسي حلو. طبعا ما بسيبش ايديا، بقعد اقلب. بصوا بيبتدي يرجع تاني اهو، بقعد اقلب ما بوقفش ايديا. ده طبعا على التقديم على طول، يعني احنا بعد ما بنخزنه خلاص، بنخزنه في المرحلة اللي انا عملتها قبل كده. المرحلة دي على الاكل بقى على طول، يعني ما بنخزنش وهو محطوط له زيت وهو محطوط له ميه ولبن، لا، بيبقى متخزن في المرحلة اللي قبل كده. وده بس يا دوبك على التسوية، المرحلة دي على الاكل على طول.
بس كده. تعالوا بقى نشوف هنحط طبق التقديم ازاي. ورجعت لكم بقى في طبق التقديم هنا اهو اللي احنا عملناه اهو. نحط كده هو بيزيد يا جماعه كمان اهو. بنحط شويه لبن زي ما احنا عايزين اهو. نحط السكر البودره بتاعنا نحط المكسرات بتاعتنا يا رب يكون عجبكم وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب ما تنسوش بقى اللايك وتفعلوا لي الجرس لو الفيديو عجبكم. وكل سنة وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.